بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده يا جماعه اللي هكلمكم فيه هو عن حاجه مهمه جدا ويمكن اغلب الناس ما بتاخدش بالها منها، وده طبعا يا جماعه بيؤدي معايا للمشاكل اللي ممكن احكيها لكم دلوقتي، وايه الاضرار اللي ممكن عدم تغيير البوجيهات بالوقت بتاعها اللي هي تضر معايا الموتوسيكل، وايه الاضرار اللي ممكن تبقى تنتج من عدم تغيير البوجيهات. ده الفيديو اللي هنتكلم فيه النهارده. نبص هنا على البوجيهات دي، زي ما شايفين يا جماعه ان البوجيهات دي طالعه محروقه والشمعه بتاعتها محروقه بالشكل اللي احنا شايفينه. ده جزئيه الشمعه اللي هي الجزء ده كده. الجزئيه دي بيحصل فيها عمليه تآكل، بيحصل فيها عمليه انكسار في الشمعه، جزئيه الشمعه الجزء اللي هو ده، وطبعا ده بيؤدي معايا للمشاكل اللي هحكي عليها. طيب يلا نشوف مع بعض البوجيه الجديد ونشوف ايه الفرق بين الشمعه دي والشمعه دي. زي ما احنا شايفين يا جماعه اللي بنسبه الشمعه في الجزئيه اللي هي دي، الجزئيه دي في عمليه تآكل في جزئيه الشمعه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وعمليه فراغ بين الشمعه وبين اللسان اللي هو طالع من الشمعه اللي هو بينتج عنه الكهرباء. طيب هل ده يأثر معايا على ايه في الموتوسيكل؟ ممكن يؤدي معايا عدم تغيير البوجيه، يؤدي معايا لاستهلاك بنزين. يعني البوجيه ده يا جماعه لو بايظ يؤدي معايا لتآكل بنزين نسبة مش هتكون عالية، لكن هيبقى فيه نسبة تآكل في البنزين بنسبة 5% أو 7% من تآكل البنزين، إذا هيكون زيادة عن المستهلك العادي في البنزين. طيب إيه تاني؟ يؤدي معايا لضعف سحب المحرك، وده بالتالي هيؤدي معايا لعدم قدرة المحرك في السحب بنسبة عاليه، وهنلاقي لان الموتوسيكل ضعيف جدا في سحبه وبطيء، بنحس ان الموتوسيكل مخنوق معانا، بالذات لما الموتوسيكل يسخن، ان البوجيه لو باظ بياخد عمليه رطوبه، فبالتالي بيحصل معايا بعد سخونه الموتوسيكل بنحس لان الموتوسيكل معايا ابتدى يتخنق. طيب ولما يكون الموتوسيكل بارد بيؤدي معايا البوجيه لتقطيع اثناء تشغيل المحرك، بيحصل معايا عملية تقطيع بسيطة. لما يكون الموتوسيكل ساقع يؤدي معايا لعملية تقطيع في أول دوارة المحرك، وده طبعا بيكون بسبب عدم تغيير البوجيه أو عدم تلف البوجيه. طيب إيه اللي بيقضيه معايا تاني؟ هيقضي معايا الموتوسيكل بعد سرعة 60 هنلاقي لأن في تنتيشة في داخل المحرك، ممكن ناس تاخد بالها منها وممكن برضو ناس ما تاخدش بالها منها. ده طبعا اللي بيقضيه البوجيه. يبقى احنا قلنا بيؤدي معايا لاستهلاك البنزين بيؤدي معايا لعدم ضعف المحرك في السرعه، بيؤدي معايا لتقطيع في المحرك اثناء التشغيل بالصباح، بالذات يا جماعه في الشتاء هنلاحظ لان الموضوع ده بنلاحظه كلنا اللي هو تغيير في تشغيل المحرك، بالذات لما يكون الموتوسيكل بارد، وبيؤدي معايا للمشاكل اللي انا اتكلمت عليها. طيب في ناس بتقول لي طب ما الموتوسيكل طالما داير او البوجيه شغال وخلاص. مفيش يا جماعه الكلام ده، مش مكنه توين. البوجيه ده ساعه ما يتلف معاك بالشكل اللي احنا شايفينه ده هيؤدي معايا لتقطيع، وهيؤدي معايا لخنق في المحرك وفي البايب في مشيه. طيب ده بيكون شغال على غرفة الحريق اللي هي بيسبب أو ما نسميه شمع الاشتعال. ده المسؤول عن اشتعال غرفة الحريق اللي هي تشغيل الموتوسيكل أو دوارة الموتوسيكل. فأصبح لو الجزء ده فيه أي مشكلة هيؤدي معايا للأضرار اللي أنا قلت عليها. طيب هل تغيير البوجيهات باستمراريه هل في اي ضرر على المحرك؟ بالعكس، انا بدي انتعاش للمحرك ساعه تغيير البوجيهات، وبالتالي هلاقي لان المحرك بيعمل معايا بكفاءه عاليه جدا. البوجيه ده يا جماعه ما بنستناش يبوظ او المكنه ما تدورش عشان نعرف انه باظ.
البوجيه ده المفروض ان احنا نغيره كل 10 او 15,000، ده حسب ما انت حابب تغيره. يعني في ناس ماشيها بسيط ممكن تغير البوجيه على 5000 مفيش اي مشكله. طبعا ال 5000 دول بيجوا معاه بفتره طويله جدا، يعني عشان ما تجيش ناس تقول لي ده انت بتقول ان انت تغير البوجيه بعد 5000، ده ال 5000 دول بيجوا معاه مثلا في شهر او في 15 يوم او لم يكن. في ناس يا جماعه ماشيها بيكون بسيط جدا جدا، وبالتالي ال 5000 دول بيجوا معاهم في فتره زمنيه طويله جدا، فبالتالي يبقى احنا نغير البوجيه على ال 5000 لو احنا مشينا ضعيف جدا. طيب في ناس تانية برضو مشيها بيكون كتير او بتمشي عدد كيلوهات كتير، ده يا جماعه مفيش اي مشكله لو انا غيرت البوجيه من 15 او 20,000 لو انا بجيب زي ما قلت ان انا بجيب عدد الكيلوهات في فتره بسيطه جدا. فبالتالي مفيش اي مشكله لو انا غيرت البوجيهات على من 15 ل 20,000 كيلو، ده مفيش اي مشكله، ده بيكون حسب المشي بتاعك انت. طيب تغيير البوجيه بدري يعمل عمليه دوره لداخل المحرك للافضل، وبالتالي هيخلي الموتوسيكل ما يستهلكش معايا بنزين بشكل. هنلاقيه يا جماعه في ناس ممكن الناس اللي هي بتتابع رتل البنزين، هو معدل رتل البنزين على السفر 35 كيلو، معدل رتل البنزين في الاماكن الداخليه 30 كيلو، يفرق معايا من 30 ل 33 او 32 كيلو، ده طبعا في المشاوير اللي هي الداخليه، لان بيستهلك بنزين اكتر من المشاوير او المسافات الطويله. فبالتالي استهلاك البنزين يا جماعه زي ما قلت على الطريق المفتوح او الطريق السريع الرتل بيستهلك المعدل بتاعه 35 كيلو، في الاماكن الداخليه بيستهلك من 30 ل 32 ل 33 كيلو، وده طبعا بحسب برضه مشيك نفس ما قلت. فبالتالي احنا الناس اللي بتلاحظ او بتتابع موضوع استهلاك البنزين على العداد، فبالتالي هتلاحظ لان في استهلاك بنزين ملحوظ داخل المحرك بنسبة 7 أو من 5 ل 7%، وممكن توصل ل 10% حسب قدرة البوجيهات اللي هي طالعة بالشكل ده. يعني ده الموتوسيكل ده أنا ركبته، بعد ما ركبت الموتوسيكل لقيت لأن الموتوسيكل معايا مخنوق، ولقيت لأن فيه تقطيعة، وجيت وقفت على طول وقلت لصاحب البايك هات لي جوز بوجيهات، طلعوا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب في حاجة تانية برضو حابب أقولها. في ناس كتير بتكلمني بتقول لي اركب بوجيه ياباني، وناس بلاقيها مركبه بوجيهات صيني، وناس بتركب بوجيهات من جميع الماركات. ده طبعا يا جماعه اكبر ضرر، اكبر غلط ان انا اركب اي بوجيه غير اللي هو متوفر للمحرك الاصلي. غير كده يا جماعه ما انصحكش ان انت تركب بوجيه اصلي صيني غير الاصلي، ما تركبش بوجيه غير الاصلي، لان جالي قبل كده موتوسيكل داخل في عمره بسبب بوجيه كان مركب بوجيه صيني، والبوجيه الصيني الشمعه بتاعته ساحت على غرفه الحريق وبوظت، كسرت معاه الصباب وادت معاه لدخوله في عمره بسبب الشمعه اتكسرت، عشان هي صيني ما استحملتش ضغط الحريق في الغرفه، لان ضغط الحريق في غرفه 180 بيكون يا جماعه نسبته عاليه، فبالتالي مش اي بوجيه هيستحمل معايا ضغط الحريق داخل الغرفه، فبالتالي هضر المحرك. وبكده ده كان فيديو النهارده يا جماعه، يا ريت اللي احنا نبص على منظر البوجيه عشان ناخد بالنا من الاصلي ومن الصيني لان في ناس كتير بتبيع قطع غيار صيني على حيث ان هي اصلي. وبكده يا جماعه ده كان فيديو النهارده ليكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس.